بعد الهجوم الأخير على منطقة أوسرد 50,000 جندي مغربي جاهز لاجتياح المنطقة العازلة بالصحراء المغربية وإلغائها بشكل نهائي. وسبق أن عبأت القوات المسلحة الملكية ما يفوق 50,000 عسكري بشكل دائم لحراسة مراقبة أو حراسة ومراقبة الحدود. كما سبق أن عبأت موارد مالية كبيرة لتسهيل حركيتهم وتكوينهم، بالإضافة إلى عملية إصلاح وصيانة نظام المراقبة الإلكترونية للحدود الذي يستوجب غلافا ماليا سنويا كبيرا ومهما. كما أن مراقبة الحدود وتطوير القدرات لمواجهة التهديدات تعتبر من الاهتمامات الرئيسية للقوات المسلحة الملكية. في هذا الإطار فإن القوات المغربية بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الحربي تقوم بمراقبة وحراسة الحدود البرية على طول 3300 كيلومتر، ومراقبة السواحل على مسافة 3500 كيلومتر، فضلا عن مراقبة المجال الجوي. وظل المغرب يجنح للسلم ويكظم الغيظ لعقود عديدة، والحكمة من عدم تواجده شرق